بابا ما يمكنش توجديها بالطريقه ديالي وما يسولكش الواحد شنو السر اللي درتي فيها. نديرو مقدروا طريقه تحضير. اول حاجه البنات كناخذ واحد الكوكوط اللي كندير فيها شويه القزبر ومعدنوس اللي كان عندي في الثلاجه مع شويه ديال الحمص اللي كان عندكم طريق يكون حسن. من بعد نجيب واحد الاشوار ولا مولي داكس اللي كان عندكم كنديروا فيها مطيشه وحبه ديال البصله وكنطحنوا المكونات ديالنا مزيان وكنديروهم بلا ما نصفيوهم البنات ما حتى شي حاجه. كنزيدوا على الكوكوط ديالي سبه توابل اللي بزار سكينجبير خرقوم وشويه ديال الملحه والزيت الروميه غير شويه صافي. في مباشره كنديرها فوق لافابو وكنعمرها بالماء وكندير لها صفاره وقفله وخليها فوق البوطه. دابا غادي نجيب قزبر ومعدنوس شويه الكرافس وكنقطعهم هادو عندي طريين البنات كنخليهم هما تالين. من بعد كنجيب مطيشه الحكه البنات عيشه ماشي اشعار ولكن هذا هو النوع الممتاز اللي كنجيب الحريره حمراء كنديرها مع شويه ديال الدقيق اللي كنكون مطلعها في المونينكس مع شويه ديال الماء. ولكن قبل ما ندير هادشي كنجيب العدس البنات كنلوحها وعاد كندور الحريره بالطحين ديالي وكنزيد داك مطيشه الحك وكنبدا كنحرك ضروري وانتم مقابلينها البنات باش ما تلصقش لينا داك الطحين وما يتهجر اولا يجيب لنا داك الكويرات في الحريره البنات. من بعد كنجيب الشعريه ولا حمصه اولا سباكيتي اللي كانت عندكم ديروها. ومن بعد اخر لمسه البنات كندير داك القزبر ومعدنوس وشويه الكرافس اللي قطعت معكم. واخر حاجه اللي كتبقى اختياريه ماشي اجباريه هو كنور. بغيتو ديروه ديروا ما بغيتوش ديروه كيبقى لكم الاختيار. او يمكن لكم ترومبلاصيوه بالعظيمات ديال اللحمه البنات. انا ما كانش عندي كندير غير داكشي اللي عندي متوفر في الدار صافي. كما كتشوفوا معايا الحريره ديالي راها واجده ضروري البنات تبقاو قابلينها وواقفين لها على راسها باش ما تلصقش لكم. تشوفوا معايا ما شاء الله البنات انا اللي باقا عندي الحريره ديالي ما يمكنش ما يسولنيش شنو كديري فيها. وهي بسيطه بزاف. نتمنى هذا الفيديو اللي عجب ديالكم تنجموا تبغوا تعجبكم تلقاو مع فيديو جديد. السلام عليكم بالصحه والراحه.